ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طب يا صديقي، معانا النهارده تحديث واتساب الام او، طبعا النسخه بتاعتنا اللي كل الناس طلبتها. طبعا التحديث بتاعها هنزله لك دلوقتي حالا، اللي انت باين كان انت بتسمع الفيديو في اي وقت. فما تنساش تحط لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا تعالى كده نشرح النسخه بتاعتنا. معلش على التأخير، والله قسما بالله أنا تعبان ومضغوط حبة، فاعذرني شوية. طبعا دي النسخة بتاعتنا. ده عندك أول حاجة هنا شكل الشات، يعني حاجة طرش. عندك مثلا هنا أول خلفية في الفيديو، وعندك هنا طبعا تاني خلفية، وعندك هنا طبعا تالت خلفية. يعني نسخة جمدان، فمتنساش بقى تقدر أخوك كده بلايك وكومنت واشتراك. طبعا لو رجعنا خطوة كده لورا، طبعا عندك هنا المجموعات والحالة. طبعا هنا الحالة والستوري، وهنا المكالمات، وهنا المجتمعات. طبعا عندك هنا خلفية فيديو في الواجهة. طبعا ده عندك أول خلفية. عندك هنا طبعا تاني خلفية، وعندك هنا طبعا تالت خلفية فيديو. عندك هنا طبعا اللي هي البرايفسي والإعدادات. عندك التلات نقط دول اللي هي لإخفاء الشتات. عندك هنا بقى وضع الطيران. وعندك هنا طبعا الوضع الليلي. طبعا في الوضع الليلي حاجة مختلفة تماما، حاجة جمدان أقسم بالله. طبعا وعندك هنا طبعا وضع الشبح. والتلات نقط دول اللي هي الإضافات وبدلات ورسايل، ورد التلقائي وإعادة التشغيل، والمجتمع جديد وقراءة الكل. عندك مثلا هنا لو ضغطت على الإضافات، طبعا دي شكل النسخة. طبعا عندك هنا مميزات والحماية من الخصوصية والسمات والإعدادات العامة، والشاشة الرئيسية وشاشة المحادثة والإشعارات وإدارة الرسائل. عندك مثلا تعالى ندخل على مميزات النسخة. طبعا دي المميزات بتاعتنا اهيت. عندك هنا طبعا حول التطبيق، نسخة آخر الإصدار. وعندك هنا طبعا اليوتيوب، متنساش إنك تشترك. عندك هنا طبعا قسم جميع الإضافات. طبعا عندك هنا حذف أعضاء الروم بتكة، وضع علامة الروابط المشبوهة، خلفيات فيديو في الواجهة، خلفيات شفة في الصفحة الرئيسية، أعرف من رفعك أدمن، إلغاء علامة المنشن، تقليل حجم النص، مدد التهنيج، مدد تهنيج النص، تأخر إصدار الإشعارات. وعندك هنا نص فارغ ومدد تهنيج النسخة. وعندك هنا خلي النسخة بشكل الانستجرام. وعندك هنا مضاد خطأ المكالمات ومضاد خطأ التهنيج العام وإلغاء الكتالوج وتقليل النص، الحماية من الفيروس، عدم استلام أي ملصقات. وعندك هنا عدم التهنيج من الويب. وعندك هنا عدم التهنيج من اللينكات. وعندك هنا لون الروابط. عندك بقى القسم التاني اللي هو قسم الجمدان دوت. طبعا عندك في ميزة اتشالت من النسخة، وهي ميزة المنشن الجماعي. عشان بس الناس اللي بتسأل على المنشن في الجروبات والكلام ده كله، الميزة دي اتشالت خالص من مطور النسخة نفسه، هو اللي شالها. وإن شاء الله لو ضافها تاني هبقى أنزل لكم التحديث الجاي إن شاء الله. عندك هنا طبعا وثق رقمك. عندك هنا حذف جميع الروابط. عندك هنا عكس الرسايل. عندك هنا إلغاء الموقع. عندك هنا إعادة الضبط. عندك هنا تقليل مساحة الذاكرة، الحماية من الواجهة، إصدار الإشعارات، إعادة توجيه أكتر من مرة، إخفاء الأرقام الغير محفوظة. طبعا أنت لو عندك مثلا أرقام غير محفوظة مش مسجلها جهة اتصال وفعلت الزرار دهوت، هي هتتخفي كلها من شكل الشتات. عندك هنا طبعا تفكيك عدد الشتات. وعندك هنا طبعا إخفاء إنك شفت الشات، يعني مثلا إنك تفعل الزرار ده وتدخل على الشات وتطلع كأنك لسه أصلا ما قريتش أي حاجة من الشات. وعندك هنا إزالة النص من الشات. وعندك هنا إرسال رسالة سريعة، إلغاء الصور، عدم استلام الصور. وعندك هنا طبعا قسم الوهميات. عندك هنا ارفع نفسك أدمن وتفكيك عدد الشتات، تزويد مشاهدة الهستوري واحد واتنين وتلاتة. طبعا عندك هنا اسم قطع النت. طبعا عندك هنا قطع نت بتسجيل، وقطع نت بصورة، وقطع نت برسالة، وقطع نت بدعوة، الحماية من التهنيج، عدم التهنيج من البوت، الحماية من العطل، إخفاء النص في الشات، تعطيل الحماية، عدم التهنيج من قطع النت، عدم التهنيج من النسخة، عدم التهنيج من تهنيج النسخة، وعدم التهنيج من النسخة نفسها. طب يا صديقي، عندك الزرار دي، يعني هي زرار قطع النت دي، يعني اعتبر شبه مش شغالة. عشان بس الناس بتقولي ان انت كداب والكلام ده كله، النسخة اصلا معادش زي زمان. وقطع النت معادش بيأثر في النسخ اصلا من التحديثات الجديدة، وهو اصلا لسه قطع النت زي ما هو. فده بيضعفه، فما اصلا معادش فيه، يعتبر معادش فيه قطع نت خالص. طبعا لو رجعنا كده خطوة لورا ودخلت على اللي هي الإعدادات العامة، عندك هنا بقى اللي هو الشكل بتاع الإضافات نفسها. مثلا عندك انت هنا اخترت شكل 3، رجعت كده، طبعا هتلاقي ان شكل البرايفسي حاجة طرش من فاخر من الاخر يعني. عندك هنا طبعا تعال نكمل بقية المميزات. عندك هنا طبعا شكل الايفون. طبعا لو انت عايز كل الحاجات دي، طبعا عندك هنا قسم تفكيك الريكورد. تفكيك الريكورد عندك خمس زرار لتفكيك الريكورد. وعندك هنا طبعا قسم النسخ الاحتياطي. طبعا لو رجعت خطوة لورا كده ودخلت على اللي هو مثلا الحماية والخصوصية، عندك هنا طبعا اخفاء اخر ظهور،
تجاوز المشاهدة مرة واحدة، إخفاء أن الرسالة محولة، إخفاء عدد الرسايل، وكل الحاجات دي أنت عارفها. وخد أول رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 30. أول رقمين يا صديقي من الباسورد هيكونوا 30. وعندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية، عندك هنا طبعا البار العلوي. طبعا لو انت عايز بقى تفعل وضع الايفون هتضغط على الاعدادات العامة كده وبعدها الستايل والشكل، وتختار اللي هو ايمو الايفون الاي او اس نيو 2023. هو ده. طبعا انا عندي ما بنزلش الملفات، لازم نفعل وضع من الاعدادات. فانت عندك هتروح تنزل اللي هو الملف دوت وتضغط هنا كده، وطبعا بتلاقيه يتفعل معاك على طول. طبعا عندك هنا اخفاء الوثائق من المعرض، اخفاء الصور، واخفاء المقاطع الفيديو، واخفاء الصور جيف، واخفاء كل حاجة. عندك هنا طبعا اللي هي اعدادات النسخة ولغة التطبيق والاعدادات العادية دي. عندك هنا طبعا الاشعارات، النسخة بتستقبل اشعارات اصلا وانت بره النسخة. وعندك هنا طبعا ادارة الرسائل، وعندك هنا التنظيف والويدجت وحول التطبيق. وعندك هنا طبعا قناة اليوتيوب ما تنساش انك تشترك زي ما قلت لك. طبعا عندك هنا البروفايل، لو رجعنا خطوة كده لورا ودخلت على الشات، عندك المزيد هنا اللي هي مسح محتوى الدردشة والإضافة اختصار. وطبعا عندك هنا بتعمل رابط تواصل، وعندك هنا طبعا بتغير صوتك. وعندك زي ما قلت لك انك تقدر تفعل وضع الايفون برضو عادي. بس كده يا صديقي نكون وصلنا لشرح الفيديو، فما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واخر رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 90. اخر رقمين من الباسورد هيكونوا 90. واسف لكم على التأخير، واشوفك الفيديو الجاي يا عمر. سلام.